نبدأ الشهر على بركة الله. كما راكم تشوفوا عندنا في الفيديو عندنا 4 حبات بيض مغليين. عندنا فرماج، أي نوع تاع فرماج تستعملوه، شيف أي نوع. نكرفجو الحبات تاع البيض تاعنا، نرافوهم. كيما هنا الملح ما درتش، وإلا بغيتو ديرو ديرو مغرفة صغيرة، مغرفة صغيرة مع البيض المغلي والفرماج، باسكو أصلا الفرماج يجي مالح شوي. تبعو معايا نفس الطريقة. أنا أقوم بالاختصار لربح الوقت. كما راكم تشوفوا قمنا بنفس العملية، وهذا البوراك اقتصادي 100%، ما راحش يكلفكم بزاف، جربوه وما راحش تندموا. تبعو معايا الطريقة. كما راكم تشوفوا 4 حبات بيض كرفجناهم، بعد ما رابيناهم نضيفو لهم الفرماج. الفرماج كما قلت لكم أي نوع، كاين شافة، كاين أنواع بزاف بدون ذكر أسماء. قسموا الفرماج تاعنا دي مورسو صغار. دركا نمرسو بالفرشيطة، نمرسو البيض مع الفرماج كما راكم تشوفوا. تبعو نفس الطريقة، بوراك اقتصادي وسهل، ماهوش ما يكلفش. جربوه وردوا لي خبر في التعليقات واش رايكم في الوصفة. واشكر جميع متتبعين القناة الأوفياء اللي راهم يدعموا القناة، وبيكم ان شاء الله راح نواصل وضع الفيديوهات. كما راكم تشوفوا الشكل تاعو، انا اقوم بالاختصار لربح الوقت حتى يتلم مليح مع الفرماج مع البيض المغلي اللي رابيناه الشكل تاعو. نروحو لمرحلة اخرى ونعاود نرجع لكم. عندنا الديول كما راكم تشوفوا، انا الديول الحبة قسمتها على زوج، ما نستعملوش الحبة كومبلي، حبة نقسموها على زوج. كما قلت لكم هذا بوراك اقتصادي 100%، ما راحش يكلفكم. تبعوا الطريقة، نطووه طية، نديرو الحشوة تاعنا. عندنا فرماج، فرماج شيف، قلت لكم اي نوع تاع فرماج تستعملوه. نبلعوه في ليكوتي على الاطراف، نبلعوه في ليكوتي على الاطراف، ومن بعد باه ندورو. تبعوا معايا الطريقة مليح. كما راكم تشوفوني نستعمل الاصابع تاعي واني نثني فيه. انا بلعناه كما راكم تشوفوا، بيتبلعنا في ليكوتي باه ما يخرجلناش الحشوة تاعنا، ما تخرجلناش كي نبداو نقلو فيه. نقوم بنفس العملية، دوكا نروحو لمرحلة اخرى. هذا هو البوراك تاعنا، دارت لنا 12 حبة، كيما 4 حبات بيض مغليين مع وحدة شاف، دارت لنا 12 حبة بوراك اقتصادي. نروحو لمرحلة اخرى. كيما هنا الفرن كنت شعلو مسبقا على درجة حرارة متوسطة. كيما راكم تشوفوا حبة البوراك نحطوها على الجهة اللي مفتوحة باه ما تنحلناش. تبعوا نفس الطريقة كيما راكم تشوفوا. ها ما نحطهاش على الجهة المحلولة، ها كيما راكم تشوفوا في الفيديو. نقوم بنفس العملية، نطيبوه على درجة حرارة متوسطة. المقلة تاعنا نكونو شاعلينها من قبل حوالي 10 دقائق ولا 8 دقائق 10 دقائق. كيما راكم تشوفوا طابنا ما شاء الله. قبل ما نروحو نشوفو البوراك تاعنا كيف خرج، نصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ونروحو للمرحلة الأخيرة. ما شاء الله. شوفوا البوراك تاعنا كيف خرج، نزينوه شوية معدنوس، درنالو شوية تعليم، خرجنا شباب طاب مليح. جربوا الوصفة وردوا لي الخبر في التعليقات. وما زالوا عدة وصفات في هذا الشهر المبارك إن شاء الله. كما تشوفوا ما شاء الله طاب لنا، ما هو محروق، ما هو طايب أبيض، طايب في شباب.
إلى هنا تنتهي حلقة اليوم. ما تنسوش بارطاجوا الفيديو الماكسيموم، واللي يشترك في القناة يشترك، وتبعونا في هذا شهر رمضان ما راح تندموا.